وبعدين خد المبلغ من هنا. الكلام ده كان امتى وقال لكم شغال الفلوس في ايه؟ شهر 9 اللي فات. شهر 9 اللي فات. جه قال بقى لحضرتك انا شغال في جاش بقى اختفى. وصل واحد نصب عليا وواحد ما نصبش عليا وواحد مش عارف ايه. قال لكم هشغل الفلوس في ايه؟ في الورق. في الورق؟ في الورق. طب هل حضرتك بس احنا ما شفناش لا ورق ولا حاجه، هو ده الكلام اللي هو بيشتغل. هو كان ابن اخت حضرتك. طب هل انتوا ما كنتوش تعرفوا ان هو شغال في ايه ولا؟ لا ما انا كان اصلا شغال من حوالي 4 سنين، كان شغال في شركه ورق اجنبيه وبعدين اتفصل. يعني هو مجاله اصلا الورق، فانتوا كده كنتوا مصدقين. يعني هو هيكتب ليه؟ ما فيش سبب برضه ان هيكتب عليك. مش مقتنع انه يكتب عليك. وعشان يوريك الاثبات النيه يقوم الاول بيديك اول شهر واثنين وبعد كده يختفي. بدأت الحكايه من شهر 9 اللي فات. 9 قال حضرتك بقى لا اختفى وقعدنا جبناه بالعافيه وطلع هيبنى على ما وصلنا له وجبناه ورحنا لابوه لان في قرابه. يعني خلي بالك ده ابن اختي. صله القرابه ايه؟ ابن اختي على طول. انت خير على طول. طبعا. يعني ما فيش مناقشه، يعني ابن اخوه وكلام. يعني فاهم والده، حضرتك فاهم والده، خال والده. والده موجود، والده دكتور في الجامعه. والده مش دكتور كمان، يعني واحد مش عالي عليه، يعني كان وصل يمكن مرشح لمحافظ كمان. يعني قصدي وام اختي وست فاضله الله يرحمها سيدة، يعني ناس بيت محترم. طب هل تواصلتوا مع والده واسرته؟ طبعا عشان وصلنا وقال انا ما اقدرش اعمل حاجه. حوالي كام واحد؟ كتير، يعني احنا كل يوم بنكتشف، لغايه النهارده بنكتشف ناس منصوب عليها بمبالغ اكبر كمان مننا. حضرتك كم الفلوس؟ انا بالنسبه لي شخصي من غير ابني واللي حواليه لوحدي انا حوالي 400,000. 400,000. طب بابن حضرتك ابني لوحده فوق مليون او 2 مليون. 2 مليون. هو ومجموعه، يعني اخته مراته. بالك انت واحده زميله مراته، يعني مجموعه، مش هو اللي هو ولوس مجموعه معاه. عندك اخويا صغير هو واهله مثلا 4 مليون وشويه. يعني نصب على اخواله كلهم وعلى خالته واخد مليون، على خالته كمان، ولا انت امي وانا بعتبرك امي وكان امي، وبعدين في الاخر نصب عليها برضه. المبالغ حوالي كام من اللي احنا سمعنا بما فيهم الناس اللي هي الفخراني وفي واحد كمان ضابط شرطه. ماشي. كمان في ضابط شرطه كان بعيد عن السماء بس بالك انت، يعني وصل تقريبا 17 مليون او 18 مليون. ده اللي سمعناه، ما احنا شفناهمش برضه عشان يبقى ده اللي سمعناه. يعني زي ما احنا قعدنا مع بعض كده، هم قعدوا مع بعض، فالناس بدات تطلع وبقى يجيبوا يقولوا حصل. وبعدين كل الناس دي معاها اوراق كمان، يعني في ناس معاهاش اوراق وفي ناس معاها اوراق. طب هل هو اداكوا ارباح؟ لو اداك شهرين 3 ووقف. اداك شهرين 3. كانت الارباح حوالي كام؟ هو اصلا زي ما بيقولوا كده، في مثل بيقول لك النصاب يحب الطماع. في مثل بيقول كده، فهو طمع الناس. وبالك ان انا هديكم من البنك، هيديكم كام؟ هديك 30%. انا هديك مثلا 50% 60%. طبعا ده كلام خلي اي حد بيسحب رجلك، زائد ان انت بقى شهر 2 3 خدت فلوس. يعني فهمت؟ فالراجل هو يعني عنده مصداقيه، صح ولا لا؟ حوالي المكسب كان قد ايه؟ قلت لك زي ما قلت لك انا ان هو عملها كده من 50 تفاوت، يعني ممكن حسن غير حسنين غير حسان. يعني فاهم؟ انت مش بتدي الواحد كل واحد زي ما هو عايز، او هو قاعده عندي انا هدي الواحد 20%، لا ده انا هدي الواحد 30%، لا هو كل واحد بطريقته. اكتشفتوا بقى مره واحده. ازاي؟ مره واحده ان هو قال ان انا كنت موجود في المنصوره بوزع بضاعه، والعربيه اتحرقت اللي كنت فيها ونزلت جري، والفلوس سرقت مني واتعمل فيلمي، وهو كان في نفس التوقيت اكتشفنا ان هو بيكلمنا من التليفون من فوق البيت. الناس شافته، فعرفنا ان هو في هنا نصب. طب فين يعني واحد معاه 2 مليون او 3 مليون واتحرقت واتنصب واتسرق، ما يعملش محضر؟ فين المحضر اللي انت عملت محضر؟ طب فين الورق؟ مفيش ورق. طب فين الاوراق اللي انت بتشتغل بيها؟ مفيش اوراق. طب حضرتك بس ثانيه واحده على المحامي قال لي ما تقولش. طب خلاص. طيب بس هنكمل بس. طب لا مش هنكمل. طب خلاص لو سمحت قال لي ما تنشرش حاجه دلوقتي. خلاص.